بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده وانا قاعد بتابع كان في باترون بيتعمل عندنا في شركه جيربر توجيزر، فببص على الباترون مع القسم المختص عندنا يعني، فلقيتهم عاملين زي ما احنا شايفين كده الديل بالشكل ده، راسمينه رسم بالبارامتر لاين. طيب احنا عندنا اوبشن عظيم جدا، قلت يعني الشيء بالشيء يذكر، نتكلم فيه مع حضراتكم. شيء عظيم جدا يخليني اعمل القصه دي من السيم الاونس، من الخياطات نفسها. طيب هقفل الخياطات، هدوس على سيمز هنا اهي، وهاجي هنا هرسم خط بالطول كده اهو، كرييت لاين، واضغط كليك يمين واقول له فيرتيكال، وهاجي من موديفاي هقول له سواب، احلال واستبدال الخط الانترنال ده مكان الخط الحدودي ده اهو. كليك شمال، كليك يمين اوكي، مكان ده كليك شمال، كليك يمين اوكي اهو. هيديني مسج يقول لي انترسكشن ايرور ان بيس فرونت، هيحصل عندك مشكله في التقاطعات، تشيك ذيس بيس اند كوريكت ذا بروبلم. هقول له اوكي، انا هتشيك بعدين. اوكي، عمل لي الخط ده مكان ده. طيب اظهر لي السيمز اهو. انا عايز اقول له لا، الجزئيه دي عشان دي هتبقى مع الديل، هتقفل مع البطانه بتاعت الجاكيت، فاحنا عايزين نديها سيم الاونس او مسافات خياطه او كشاتير خياطه مختلفه. عندي اوبشن جميل جدا في قائمه ادفانسد في الكورنرز اسمه بيسكت ستيب اهو. بيقول لي سيلكت ا كورنر تو ميك ان انجل بيسكتور ستيب كورنر، اقول له ادي الزاويه بتاعتي اللي انا عايز اقطع فيها. فراح جاي قايل لي سيلكت لاين تو موديفاي سيم الاونس، اختار الخط اللي انت عايز تعدل خياطاته. اقول له الخط ده. يقول لي انت عايز انتر سيم الاونس، انت عايز خياطات قد ايه؟ اقول له 3 انتر. هنا انا مشيت بمسافات الخياطه لحد نقطه معينه، وجيت عند خط معين اللي هيركب معايا مع باقي البطانه اديته مسافه معينه. حبيت يعني اعدي معاكم على الامر بتاع بيسكت سيب اللي في الكورنرز، واتمنى يا رب يكون المعلومه مفيده بالنسبه لحضراتكم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.